يعرف به ملك الصورة الفوتوغرافية الرياضية عبد العزيز عمر، الذي أدخل اليمن إلى العالمية عبر عدسة كاميرا، فنال ثقة الاتحادات القارية والعالمية في تغطية نشاطاتها الرياضية، ورفع لواء اليمن في البطولات الكبرى كمصور محترف. طارق السعيد التقى زيزو وأعد هذا التقرير. عاشقا لمهنته ومحبا للرياضة، لا يفكر سوى بما تلتقطه عدسته. يعمل كالجندي المجهول ليغذي الصحافة المحلية والعربية والعالمية بعطائه المتدفق وبهمة عالية طوال حياته المهنية. يرسم الصورة في أبهى ملامحها. ذلك هو عبد العزيز عمر المشهور بزيزو، ملك الصورة الرياضية، يجمع بين المهارة وسرعة البديهة التي تتطلبها الصورة الفوتوغرافية. طالع المجلات والصحف فألهمته الصورة صغيرا حتى أصبح الآن مصورا محترفا. العزيز عمر حالة خاصة مع الكاميرا والصورة الرياضية، وأظن أن التدرج الذي مر به زيزو في مجال التصوير تدرج منطقي، لأنه جاء من بوابة اجتهاد لهذا المصور ومواكبة كل جديد. لهذا كان في كل مرحلة يحظى بثقة جهة أخرى، ووصول إلى ما وصل إليه اليوم بلا شيء مشرف له ولنا نحن كرياضيين في اليمن بشكل عام. بالنسبة لعبد العزيز عمر، هو يعني مصور من النوع الفريد الذي لا يتعوض لليمن، وليس هذا العمل الصحفي التصويري جاء من فراغ، وأتمنى له يعني المزيد من النجاحات وتمثيل اليمن في المحافل العربية والأسيوية والدولية، وإن شاء الله أن اليمن تنجب أيضا كمان عبد العزيز عمر ثاني. زيزو مصور محترف، حب الصورة الجميلة المعبرة يجري مجرى الدم في روحه ووجدانه، وهو يلهمنا بأجمل وأبدع صور رياضية تعكس تلك الأحداث التي برع في تصويرها عصيره حتى نقل اليمن إلى العالمية، وصار مصورا محترفا معتمدا لدى الاتحاد الدولي والاتحادات القارية. أول مشاركة كانت في 98، كانت في دورة الألعاب الآسيوية في عاصمة تايلاندية بانكوك. بعدها جاءت عام 2002 كانت في بوسان، برضو دورة الألعاب الآسيوية في كوريا الجنوبية بعد كأس العالم 2002 كوريا اليابان. هذه بالنسبة للقارية. أما بالنسبة للعالمية فكانت في بطولة كأس العالم جنوب أفريقيا 2010 في جوهانسبرغ. عبد العزيز عمر الذي حصل على العضوية الشرفية للجمعية اليابانية للتصوير أثناء مشاركته لتغطية كأس العالم للأندية، أصيب في شهر رمضان الماضي في مباراة الشعب والاتحاد لتحديد بطل الدوري اليمني، فأبعدته تلك الإصابة عن الملاعب، وها هو الآن يتوق للعودة بشغف. في ثقاب كبير من بعض الشخصيات الرياضية الاعتبارية في اليمن، لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن هم عارفين منهم الذين قاموا بمساعدتي، وأنا أشكرهم كثيرا. وأعتقد إلى جانب الشخصيات الرياضية في اليمن برضو شخصيات اعتبارية خارجية في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والاتحاد الآسيوي قاموا برضو بالسؤال عني وبدعمي ومؤازرتي وتقديم لي يد العون. حالة استثنائية وإبداع متواصل. إنه عبد العزيز عمر الذي يرى أن تكريم وزير الشباب والرياضة له كافيا في بلد لا يكرم فيه المبدع إلا بعد موته. لبرنامج